السلام عليكم، مساء الخير، يعطيكم العافية. إن شاء الله اليوم رايحين نعمل وصفتنا. راح نعمل المناقيش بالزعتر مع جبنة الموزاريلا بعجينة كتير خفيفة وبتزبط معك لأي نوع من الفطائر اللي انتي بتحبيها. بسم الله الرحمن الرحيم. أول إشي راح نبلش فيها. عندي 2 كوب من الحليب الفاتر، والخميرة عندي 2 معلقة كبيرة ممسوحة اللي هي معلقة الطعام يعني، و2 معلقة كبيرة من السكر. اليوغرت اللي هو اللبن الرايب عندي كمان معلقتين كبار، وبيضة وخل، ونص كوب من زيت النباتي. أول إشي بسم الله الرحمن الرحيم، عندي هون 2 كوب من الحليب السائل. راح أضيف عليهم 2 معلقة كبيرة من الخميرة، 2 معلقة كبيرة كمان من السكر. عندي هون اللبن الرايب، بعدين عندي هون الزيت، نص كوب من الزيت النباتي، وعندي هون بيضة طبعا كمان بدرجة حرارة الغرفة، واخر اشي راح اضيف هون معلقة صغيرة من الخل. هلا راح احركهم. هلا راح احركهم لحتى تذوب الخميرة، واتركهم 10 دقائق، بغطيهم بخليهم 10 دقائق حتى تخمر معي، ومعلقة صغيرة من الملح. هلا انا عندي هون بعد ما ذوبت المكونات كلها راح اغطيها واتركها 10 دقائق حتى تخمر. وهي هيك بعد ما انا تركتها 10 دقائق، انه بعد ما خمرت كويس الخميرة، هي هيك انا بعرف انها صارت جاهزة. هلا انا عندي هون 5 كوب من الطحين متعدد الاستعمالات، راح انزله بسم الله الرحمن الرحيم، وبلش هلا بالعجن. بسم الله، راح ابلش اعجن فيها. ما راح اضيف لا زيت لاني اضفته من البداية، ولا راح اضيف لها مي. راح تلم معاي السائل، المواد السائلة اللي حطيناها راح تلم معاي كل الطحين. هي هيك انا تقريبا خلصت وانا اعجنها، بس ما اضفت عليها لا مي ولا حليب ولا زيت، ضليت اكتفيت بس بالمواد السائلة اللي حطيتها من البداية. هي هيك انا عجينتي جاهزة. طبعا حطيت شوي هنا بس من الزيت النباتي، وهلا راح انزلها واتركها حسب حرارة الجو عندكم. انا عندي كتير حر، راح يعني اقل شيء بدها ساعة زمن بتكون ان شاء الله خامرة. بالنسبة للاجبان انا عندي هون حطيت جبنة الموزاريلا، راح اضيف عليها البقدونس، واضيف عليها عندي هون زيتون من الاخضر والاسود، وراح اضيف شوي من زيت الزيتون. هلا راح احركهم شوي حتى تتجانس كل المكونات مع بعض. هلا انا عندي هون العجينة، راح افردها شوي بالشوبك حتى تاخذ معاي الشكل الدائري. هاي انا عندي هيك العجينة جاهزة. هلا راح اضيف هون كمية من الموزاريلا، بس بحاول انها ما اجيبها على الاطراف، اهم اشي حتى تسكر معاي العجين. هلا راح بهذا الشكل هيك اضم العجين، سكرها. راح ارجع هلا اعملها كمان شوي بالشوبك. بسم الله، بس شوي، ما راح يعني امدها كتير. هلا انا عندي هون صينيتي جاهزة، حطيت فيها ورق الزبدة. راح انقل العجينة هون حتى اضيف عليها الزعتر. بسم الله، هيها هيك انا عندي جاهزة. هلا شوي راح اعملها هيك بالشوكة، واضيف هلا عليها هون الزعتر على الوجه.
هيك صينيتي انا جاهزة. هلا راح احطها بالفرن لحد ما تاخذ التحميرة من تحت، بعدين بحطها على الوش. هي هيك افطارتنا لليوم جاهزة، وبتمنى انها تنال اعجابكم، وصحتين وعافية. ولا تنسونا من اللايك والشير، تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد من القناة.